بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتقابل مع سؤال تاني جه في سفر أشعياء برضو، بس الإصحاح 44. ربنا بيسألنا في السؤال ده ويقول إيه؟ لا ترتعبوا ولا ترتاعوا. ويكمل ويقول: هل يوجد إله غيري ولا صخرة لا أعلم بها؟ عاوز النهاردة بقى، امبارح كان السؤال توبيخي، النهاردة السؤال سؤال عتاب. بيقول كده: انتوا بتخافوا ليه وبترتاعوا ليه وبتترعبوا ليه؟ هو مش انا ربنا؟ هو في اله غيري ممكن تعملوا له حساب؟ هو في بشر اقوى مني؟ هو في ظروف في الحياة انا ما اقدرش احلها؟ عيب قوي. وكأن السؤال بتاع النهاردة بيوجهه لأكتر من واحد. أول واحد أو أول مجموعة، المجموعة اللي وقع تحت القلق، ناس قلقانة وكأن الله عاجز عن التصرف أو تدبير أمور حياتنا. والناس التانية بتخاف من الناس أكتر من الله، فتعمل حسابها قوي قوي، أو تقع في المجاملة الزايفة أو الرياء أو المداهنة. كل ده عشان إيه؟ علشان أنا مش شايف ربنا، ولا شايف قدرته وقوته وسندته ليا، ولا حاسس بيمينه القوية في حياتي. وفي ناس تانية تعتمد على الذراع البشري والحيل والكذب واللف والدوران، لأنها من كتر قلقها وخوفها ورعبها تبتدي تلجأ لأساليب بشرية قد لا تتوافق مع ربنا وصلاحه. كل ده ربنا بيلفت نظرهم لحاجة معينة، بيقول لهم: هو في إله غيري وأنا مش عارف ولا إيه؟ هو في صخرة ممكن تتسندوا عليها غيري ولا ايه؟ الرسالة قوية قوي. ارجوك يا حبيبي، من اكتر الحاجات اللي تجرح قلب اي اب ان الاب ده يكون قادر ومقتدر في فعله كثيرا، لا مفيش حاجة ما يقدرش عليها، ويلاقي ابنه يروح يعني مش عارف اقول ايه، لاب او خال او عم من عند الجيران ويعتمد عليه اكتر من ابوه. تجرح قلب الاب قوي اذا كان ده بمقياس بشري، واحنا هنا بنقارن انسان بانسان، لكن انا اقارن انسان باله، اله كل القدرة، ضابط الكل، يدبر كل الامور حسنا للملتجئين اليه. الموضوع محتاج مراجعة، لان فعلا اوقات بنعتل الهم، واوقات نعتمد على الناس اكتر من الله، واوقات بنخاف من الناس اكتر من الله. يا رب ما تخليناش نعمل كده تاني، خلينا نبص عليك ونثق فيك. احنا اسفين يا رب فعلا ان احنا اوقات كتيرة قوي بنزوغ منك انت. اقول لكم ايه؟ صباح الخير.